كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعة وسنبنيش لتتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم. حيثما تنسيتنا يوم كلي يوليو سنة كلي ألف إسرا وحتى جماعته كان يوم كلين سيوب قلنا نبت أخبار قلق راقلكم كسلف أرس أخبار مجلس أمن منظمة مجلس قران قضية تجري شافق اجتماع جلودة أمريكا بريطانيا وإيرلندا ليك قدمايا جيش حكومة فدرالية إثيوبيا حذا من قبيت مدة حجار ست مقالة قل أقبل زايدة مقدرة اللي تلبل بعد نسال حكومة إثيوبيا شرحام لا بيرس أخبار سمت أنا حكم تفاصيل السلالة يقولكم مجلس أمن منظمة مجلس قران قضية تجري شافق اجتماع جلودة أمريكا بريطانيا وإيرلندا ليك قدمايا مجلس أمن منظمة مجلس قران قضية تجري اجل لناقش يوم جمعة كده يوليوم سنة كده 2000 وحتى اجتماع جلودة سيتكم اللي عند حبروا دبلوماسيين لنقاش حاضرة حالة سياسة أمن وعسكرية تجري وإثيوبياكم سلوما حالة إنسانية دي بقى قل ركز وقمكم هلا حبوا رحم اللوم من حرب تجري لنبت وحرب ميليشيا أمحرا وديش إريتريا من تجري يقل إيلف جرو وأسك شعب تجري شاف قط رادية يقل تفسح متاكل تخلق لعلة حكومة إثيوبيا ديشات تجري خسارات حق ولا سادة فيو لولو تتقارف على أبطر الزبط ديبون دا بلد فجأة بنا حرب أبطر كون تيلت ألين تليتم حكومات إريتريا وإثيوبيا سفراكم مشاكا حرب لتنفع بهلايا عند بيلا لا تعقب على مجتمع لم بقبل ميليس أمن قرار دقوب قلة نسا طالبكم على لتأمر مجلس أمن منظمة مجلس قران اتقضية تجري اندرا كذا يوم 15 يونيو اجتماع مقلق وادكم على لكن قرار كميبات حالة أمر جبهة تحرير تجري عاصمة الأقليم وبعد أماكن ثبتات الحرب اكتومكم يهلا عند حبروا محلة عسكريات قلت تجري وإثيوبيا ليت عند يجبي إريتريا تركبت دول منطقة قرفي كما لأن عرق العرب بنكم قدر تقييمهم هيبان في اللوم ديش حكومة فدرالية إثيوبيا من كل جبهات تجري عند انسحابها حكومة إثيوبيا بين أبطر الزبط أعلنت من مهلات تجري كل أسك تتحرر هجوماتهم قل التلالو كمتهم بعد نسال قوات تحرير تجري أكود هلام ديش حكومة فدرالية إثيوبيا هذا من قبيت مدة حجار ست مقالة قل زايدة مقدرة اللي تلبل بعد نسال حكومة إثيوبيا شرحام السيد رضوان حسين يقول وسائل الإعلام التهبيو شرح صحفي حكومة إثيوبيا بنا أبطروا الزبط من تعلن يقول إنسانية اندتبكمتو الشرام مقابل لي بعد نسال أقليم تجري السيد جتاكو ردا يقول وكارت أكبر رويترس تهبيو توضيح حكومة إثيوبيا بينال وجدت أبطر والزبط بجهة تجري قبوليتكم ألوبون دا الشرام رد فعل قواد دفاع تجري السكرتريا وأقليم محراق التلالة كم قدر حبور هلام
قوات تجراي الوقت اللي لبث حادي بحن مراقبة جيش إريتريا وحكومة فدرالية إثيوبيا على أرض حروركم هلا لتهدقم جيش حكومة فدرالية إثيوبيا تجراي كسائر عند سادفيوم قلنا نسحبكم كسبة الثلاث شرحت لهلا وقت رئيس وزراء إثيوبيا قال صحفيين التهبي توضيح لأمان إلا كم يكون حبور هلام أمبل اللي مال رئيس وزراء التويتر التحالة في رسالة جبهة تحرير تجراي حيلة قلبو التام يقول إثيوبيا لكن مدة ريال منسي حرب التون ده شمتا قال تدعفات برنامجين ده بيلام حكومة فدرالية استراتيجية كيرتكم هليت حبرام تم تنسيتنا قل يوم دولوا على الأخبار دي بالله تام هلام مثل كرنسيوب تلليكم حيثم تنسيتنا يوم كل وقت مودن تبطنا ما تامكم لنا سلف التجراي لا ترى حديث تيلا لكسس محل السياسي استاذ علي هندي اقل كرنسيوب لا هبو يتوضح اقل نقدم لكم توم كلاي موضعنا من عدم استقرار شرق السودان منتل الاستفيد تحنتيلة بالرئيس مثل إعلامي وناشط حقوقي أستاذ عبد الرحمن سيد لقبت مقابلة كالاي وندونغو بكفال متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي بقى ولا موضوعنا قلنا أنبت كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيتنا من اللي اندت لنا اللي التجراي لا ترى حديث تيلال لكسس محل السياسي استاذ علي هندي اقل كلين سيوب لهبو يتوضح لا قلوب نقدم لكم توم محل السياسي استاذ علي هندي اقليم تجراي بكل حصور دي بنتو اللي حديث تطورات اللي كفى حسلا اريتريا من تجراي اقل تنسحب كمسلومة ابي احمد الطاولة مفاوضات اقل لتقسي مجتمع عالم قبل على ضغوطات تأثير ودا اقل نبال نقدر ابي احمد ابطرو الزابط لابن دعلا قوات تجراي مقالة كمسابتو بنا ابطرو الزابط اعلنا اللي كفل تفسر حكومة اريتريا من اللي كل تطورات حسبات كتلت اللي هي كفل تري لاسي كذا دي بتجراي لهلا ديش اريتريا هي مسيرو كفو قبت بل قوات تحرير تجراي خلفيتهم اقل ادمنو هجومات السكة اريتريا اقل ودو قدروا مسلك كالي بل سألات التو اندرك كذا اقل حل القناتو استاذ علي هندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليلة أسئلة السؤال الأول اللي قدمكم مقلي بولي جاوب من أنبت لميتو اللي حاصلة دب قليم تقراي تقراي اللي كله حسو حسار عند حدلتهم فوق اللي قلوا ده وقدروا للو السؤال دي بكن جاوب. أنا مسني كتو لإعلام لصوروا على حصار والحقيقة دب أرد لحاصلة لاختلف دائما يعني لا قليل قوات تجراي الشجيست بعد المعركة حقوم من مخالفة قرأت بجح تفسيرات هذا تفسير الحكومي لعلنا بأنه قوتهم خلاص دمرت ومن حديثي لقبلوني لكن طبعا اللي تفسيرات دائما السؤال لأنه اللي يعني من دعاية حربته ضروري كل أوروق لا لك طرف لك رأي
أنهي قوة دمر كولبل حتى طيارة من لو الدق بدير ما بدنا طيارة تودا كولبل لكن اللي ميتوا لريه توم لتجراي لقضية أنا لكل لتجراي ده بلا مرحلة لبس يوم لبل إنه لما عركت كم سلح زوي قد قرومني والله أم بتوجه شيء تبدأ بتجراي ما نم بتيازي القضية يعني حتى تأمرت الحقيقة لكن أي قبل أم بتيجتهم قبل لحز وقبي قاتني حقها لما عركت قد تنجح وتجراي اللي تحاصروا لازم واقع سياسي اللي تفرد على قول حقها لواقع سياسي معنا أنه لما عركت تنتهي بقيد تحالف لقب أفنجي صومال وفنجي توبيا ورتري اللي بصومال مواقع فرد أي أنه حكومة فرماجو حكومة مركزية تودي اللي حكومة مركزية مثل توبيا تحالفت قل كينيا تهدد أو قل كينيا يعني بتنازلات من كينيا إيجاد كلا إيجاد تتخلق ده اللي ده كله ناخد أطلع علاته لكن اللي كله اللي جباء لما عركت بقيت قد تخلص على قلا وحقها برضو دوليا لما عركت اللي كله تسعيد دولي اللي حتلاقي اللي بصحي على قلوني هذا لمشكلة انه لا تسعيد دولي هتوت اللي كله لمشاكل لمده لمشكلة انه السودان موقف نسأل مثل تبل علاقته اكيد تبقى قدم الحرب دي أتوني اللي تات أشياءنا الحدود مثل السودان بحسابات لا تعالى قولوا لأنه مثل السودان قضية حدودنا المنطقة فشقت به قضية سد النهضة هلا اللي قدم دي اللي هو إلى قصنوه مثل إثيوبيا مثل اللي فتحها لجبهتنا لهم أنا يعني بزح شفقنا على لما بقيت قد تنتهي لمسألة لما دولة لدولة مركزية لدولة فيدرالية كفونا انتهي منها كفوت وقدم يعني قدم أمريكان وغرب دقا أنا بشروطنا أنا أتيل لبل توجه على أبل أنا ثبت اللي تلا تجراي اللي يعني اللي قلوا دو قدروا ونفسهم قل رتبوا قدروا وضغوط دولية مسئيت وحقها طبعا لمساعدات مسألة نحدم وقبل لكن تأكيدات يلا بتوني دام ثبت لي الاهتمام الدولي لحصله لإقليم اللي بالسودان لحل مشاكل الحدود العلاقة إثيوبيا متوترة مثل السودان علاقة إثيوبيا متوترة مع كينيا يعني فحتى ديما مثل مصر لها العلاقات لمنطقة كل منطقة حرب قاد فازدام مدام منطقة حرب قاد كل أورو مثلا مصلحته لري فلا مصلحتنا مصلحته قل إلى أورو الحز أنت لازم بيتقبلها لنظام مقنع يجب آلانا من قبل إلا دول خيارات بعت الإقلاع فتبت لي السودانيين اللي كله تقرأي مدى سلطته قتل على وعلاقات بهم مسلوم يعني لسد النهدامة وغلبنه تنسيق على دائما مثل حكومة السودان لتاقع له ومصر ذاته لها أيام تقرأي بسلطتها على لا ليها لموقفهم السودان أو موقف السودان مثل مصر سنية علاني بالعكس السودان أكتر بيتوبة تقرب على التأزيت ولا يتوبة لي أنا لي تقبل لسببه ما دب اللي يعني لا دب اللي مساعي دولية مسئينة من قبل كفوته يعني حسلا اللي أعتقد برضو لا لغرب رؤيته أو طلباته اللي لواقع دب إرتريا كفوت تدخل إرتريا كفو حسلا العلاقة جيش إرتريا مثل اللي كفوته اللي مسائل داخلية لا زي لتحالف لحرب لقيد هتوتو عند قيادة مشتركة ودا ترتيب ودا العتي بكل مكان حصل الحروب أمريكا بالعراق ودو اليمن حصل هلا لكن اللي تحالف نظم معينة ودولية بتمشي اللي لطريقة اللي لتقرأ جيش إريتريا بالعتابة إنه جيش إريتريا أتاني إنكار يهلوني لا أتوا نوصهم أتوا اللي كله لتبهلا على اللي ذاته لضغوطات دولية أو السقط قل ركب مثل الدول قل بل يا جماعة أخيرا لا موقفية ولا تلقيادة ناتية واللوم تم لحرب لقيدوا لها لو ولا معركة كانت جيش وجيش إريتريا اللي تموقع لا بلا بقدر سبت لي لا مساعي دولية بتصدقهم الدول الغربية اللي توبيها اللي مشروع بتصدقها لأنه اللي هي دائما اللي ودع على يعني ثبات لي لبوهياته أبثبت لي يعني يعني جيش إريتريا اللي انسحب بقدر
لأنه أساسا بقيادة مشتركة آتي كونيني بتخطيط آتي كونيني ما لوحداته لو اشتركت الشيء اللي أموري كونيني ثبت لتحنبع على بحنبع اللي في وقت لحظة لحنبع فكرة صعبت قاعد لتقراي لمسائل تغيرت بارد ثبت لي لمساعي دولية وقت لرأى أنه الحكومة توبيها خطط واضح يلبون من الانسحاب والقضايا الإنسانية يوميا نتأكد جيس الليت قضايا جوع يوميا نتأكد جيس الليت لا دام من لما حرسوا على من لا أشغالوا مليونين وزيادة قبل شعب تجراي أو دب حرس لنا برتو أو مثل اللي لا مثل زراعة لقبي زراعة أو مصانع اللي لها الدم أبو لنا برتو ثبت اللي دب اللي ندها لازم خطوات قل رأوبهم بلهجة وحرم من الحكومة تتبع من اللي قبله لتفريحات ما متضارب قال فأبي أحمد قدم الله جميته يعني رفضه إطلاق النار أبي على وزق قبل لبل أزته إطلاق النار من ضمن يعني مبادرة لكن يعني وقت إطلاق نار ودي ومفاوضات ودي لكن لمبادرة برضو لطرحت ملامحي على قلاني وتحددتني لأنه حكومة إثيوبيا أوريدي قال لي يعني لهم قال جبهة التحرير التجراي منظمة إرهابية وصنفتهم ثبت لي مثل ناس ولا بالهجة ديبوا والوسطاء قال لي تو بقى أبى قدره لتوصيف إنه في حرب في المنطقة هناك مقبول على إنه في حرب أهلية لتوصيف لحكومة إثيوبيا تقولوا على دائما إنه في ناس خارجين على القانون أنت ناس خارجين عن القانون وقت لا نار تودي مسلمني لو وقت لا نار يعني على حسب لتوصيف حكومة وناس خارجين من القانون أنت عفو عام تودي وتقول يا جماعة خير لا قبلوا تبعدوا مقابل نحن عفو نودي العفو عام قلنا أتا يعني ثبت لي لما بدأنا وقف إطلاق النار أساسا يعني زي ما قل قبلوا بولا أساسي لبوني لأنه إذا هطولة تعارض أذن سلها لأنه متابع وقف إطلاق النار مثل منظمة إرهابية تودي اللي كما عنته واللي وقف إطلاق النار لتبهل الله قل وقتيا تدعم ثبت لا حسب ما لما عركت ترى آيات جاي سليت يعني أبو سطاء لقبيته قدام فنجيهم شو ما قلنا داتا طيب وقت إطلاق نار ودولوا بلوم أو طرف حنتل بلن وقت إطلاق نار اقترح اللي يقول لك هلا يقبلوا رفضوا للطبق ده أما بلا طريقتي اللي تعرضني بالنسبة قل له نسؤالش للنظام إثري أيالم اللي تطورات بيننا من قبي تو أولا من أولا لحكومة النظام إثري قل تاجي حزي علاني ولقيادته كفت جيس علته لمعارك من قيد عليه تأمري علاني ثبت لي لما عرفت ما أزي أيال للبل من اللي بديل نسمعه عن مصادر من نوتو للنريو هذه جزء منه محاصرة للتبهل جزء منه دب أورومو لتحارب للتبهل جزء منه دب بني شنقول لتحارب للتبهل لكن لو واضح لها لا أنه الأيام الجاية لو وضع لو واقع بالتجري لخلق لها لا اللي هذا بقى يعني توقعات دودات قدام زي قيس لها انه النظام تجي الاخبار من تجريات مسألة انه النظام قوات اريتريا كثيرة استسلمت وفي قوات قد زبط أواه وفي يعني خسائر كبيرة علت وفي قوات محاصرت للبهد بثلاثة اتجاه له تحليل من صحف أفريقية أفريكان ريبورت اللي بيقولوا هلو إنه الجيش الإثيوبي اندقبل قرة يعني أراضيه دفاعات والديلة لأنه لمعركة جاية والأرض لمعركة بتقرأ لك بأي كونين اندفرها ثبت اللي تحسيناته والديلة لبهل اللازية وإنه لخوف من إنه تقرأ دي بودي لمسول لأنه لمعركتنا لو ما زيتهم من دت كين اندم مثل حكومة بين دت حاربوا عيطاتهم دي حموني ثبتي والدواني لغلطة الله ثبت اللي أرضهم حقوا لأمنوا واللي دو ديبوا لي قصود فذلك لا جيش الإثيوبي زي يعني لا تقرأ لحلا ريناهم من قبي لا تقرأ زي للي بيقولوا لها لو هي إنه إحنا نقول لنا سلاح كلكف وجبين هيبك لا تقرأ زي مثل إلا يعني لقواعد للعبتنا الحروب مثل للدعم لما تصوم لها من برا أنا مسلوق اللي مشوت اللي ضده يمشوني لأنه أمرون لو إنه أي اللي دعم دولي لا راكمون لها لو بطرة منهم من قبي وإذا كان الجيش اللي تبع ولا من قبل بعد كده
نهايتهم تثبت لي لهلا لهم لسني موقف مثل إلا دول ولا دعمهم لهلو على حسب لقواعد الحروب لتدير بأبو لديروته واللي توم خليهم لموقفهم يكون أقوى لأنه لجانب إثري وتوبي بتحاربهم من دهلا بقواعد لعبة لقوانين عالم لأمرنا تحالفات وحروب وطريقة الضربات وتوجيه ضربات وأسرى كفول تعاملوا وممرات نال إنسانية دام لقبويلة لتفتح كفول تفتح اللي كله قواعد أبوك التلتزم بك زي تقراي اللي كله قواعد لالتزموا بوتو اللي أنا اللي بي يعني توقع بيه لأنه لا هتوتو لهلا لهم أزيتهم انتصار ما من حققوا بأرد لكن سياسيا لسه طويل هلا لهم مشوار طويلته لمشوار طويل سياسيا حقوا يحسموني برضو على قبل القبيلة حزوها هلو عسكريا ما اللي ضعفوته ثبت لي لكل الردود از احنا يمكن ايام تا ممكن اسابيع لتامرتوا بزح الاشياء اللي تامر لانه توم اول ما ادل بهاللود باللي وقت طلعنا ما قبلنا من قبي كتاج ورد لبيلي احنا بيلو حقوله سلطتنا بكل اراضينا بسطناها واردنا صبتنا منوتو حنتها قدام ازين تهاجين اللي اللي ودي له وتبلا سؤال نال يعني ملك بقته أزيل جيش أعتقد إنه لا جيش التجراي مثل إريتريا مشتبكات عسكرية قلتي له بالاحتمالات بزحلة واحتمال اللي ملك بقته لأنه لقضية مثل تجراي زي من كل منطلق لانطلقوا باتوا إنه أولا إنه في يعني جرائم اللي ارتكبت لازم إحنا سرندا جيسنا نأمر من تلو ذا كالأيت اللي لا نهب لحصل اللي بالولا هلو من حكومة ترجع لا هلو قولوا ما قلنا بلا سندبيلو كمس الحجات قل استخدموا قل يقصوته سبتي وبعد كده برضو لخلفيتهم لأنه أي لموقفنا الحكومة تأسس بالنسبة لهم متحددة إذا كان في أي مفاوضات مستقبلية مثل حكومة إثيوبيا قبل بالاحتمالات أكبرته من إنه احتمال مثل حكومة إريتريا تقسموا في مفاوضات قلوده هذا بالنسبة للمفاوضات مثل حكومة إثيوبيا قبل أن لجغرافيتهم نوسوتهم لمكان لهاللو ديبا حيثهم بدل ما اللي كله أراد أو معركة بحرب لأن هو صراع يكونين لازم في الأخير يعني وأفضل إنهم ندقس صوتهم نفس اللي هم حاسموا لكن لصراع مثل إريتريا لهلا بجغرافيا تثبت لارتبط ويرتبط بمصالح يومية وقربها الذي والالتساء والالتحام هلا اللي باكات تحد لنا برلهلا بسلام لنا بربو يعني جبي مثل النظام زبعت كده يهلاني خلاص كله يا اما اللي تسنح يا اما اللي تسنح ثبت اللي تو مزاته النظام اتري يعني خلاص لجيم اوفر لبلان انتهيكم لبيلي يوم بكلمه اللاتا يعني لا قواعد للعبت يعني يعني كفوت لحلنا على كفو ما وكفوت نخلص الموضوع اللي لنظام اتري نوس وديو لسؤال زي هتو هل قدر قل ديبهم ولا قدراني على السؤال أذا أعتقد إنه السؤال جابت ركب إنه ما قدران قل ديبهم طيب أزوتهم حلوتهم قدروا لانتهم إنه قدوا ديبوا ولا ملوا دوته للي حنتهم حقوا حسمياني لمدة كانت تستمرتوا دم قبل ما تسي هل تحالفات قبي أزهتوا لا تحالف عند ودم مثل قوة تجراي كالآيت قل زبطهم نظام سواء كان نظام إريتريا أو حكومة إثيوبيا اللي خيار واللي خيار يمتقوني يعني أو يشقوا بوني طوالي قل تدمير أو اللي ودوا يعني كل الحركات تجراي كم سلم استعدوا هل تجراي لنا نفس اللي خطط له دوتو ولا لحاولوتوا إن هم كلان ده كفلوا أو مسيحهم إريتريين اندحزوا لشعبية إحنا ضدوه ونسأل لنا للبل شعارات رفعوا اللوازي وإن إحنا سرعنا مثل اللي نظامته هل نجحوا إلا نجحوا من قبل فرصهم هتهم أكثر من فرص لمعركة لضدهم لعلت النجاح تقبل وشكرا كيرن سأيوب
ساتو تمن زمايل كده ساتو وربت منو قتو ولا عنداتو أنتم سنامكو حقا وحساتو أنجاباري وقريل بحساتو يا والولا قبضكمو ماتو تجين على السنة قراكي كفو حمايا منو قبيل تفيتا قمايا من بسنا دانا كفو حمايا منو قبيل تفيتا قمايا دقا حاضر دعات مولاد قوايا سبقتو ممتاز صار خلايا دلت قصة حنا قادو مجريا ديب لروها دقا ترانا سايا مرحبا بكم حيسام التنسيت كرين سيوب من اللي اندأت لنا من عدم استقرار شرق السودان منتو للاستفيد حنتي لا تبلاريس ملهينا عادل صالح مثل إعلامي وناشط حقوقي استاذ عبد الرحمن سيد لودا مقابلة تقول اليوم خلايا نقوبة كفال قلنا نقدم لكم تو متابعتكم انسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حسام تنسيتنا يوم أقولكم هلينا مقابلة مثل الأستاذ عبد الرحمن السيد نوديه هلينا أتكال أي كفال قلنا تلاليته حتى هي بخصوص حالة عدم استقرار بشرق السودان هليت منتلا كتبا من اللبل موضوعته وأتوق النواسلت يومه قدموا لكن كل ما تنسيت اللي موضوع اللي أو البرنامج لحلف يوم دي قناة راجع سأيوب دي بيوتيوب ندعولوا لتابعوكم قدروا لقلنا حبر نفتح مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن السيد أديماغ الحمد لله فتح اندأت ليكو أستاذ عبد الرحمن من اللي مشاكل اللي استبدأ وحر يعني قال أفراد من قبيلة هندور اللي تولدوا أفراد لكن عند أبلكا يعني أكانتهم عباية مثلا أكاديميين إعلاميين قياداتنا إلى قبيلة اللي مشاكل اللي يعني أو اللي حالة عدم استقرار إرترين أمت أوناتها لاين إرترين هتومتهم لأمت أو للبل تصريحات على أقوله طبعا نسر قبيلة هندروان دقبل كلنا قبيلة هندروان كلنا نشمل هليناني يعني كلنا احنا مسر قبيلة هندروان مسر نتولد وبعشرة لقباء وبمولاد لقباء مسلتوا لنبر لعنا ومنه منه العبيه دين جمعنا عشان كده احنا لقبيلة نشمل هلين كنا أفراد توم لا ديبا من أشر هلينا لكن أفراد هي أكانتهم كم بيننا عبايته ديبا قبيلة يعني كلهم سهلين يكونوا متعلمين تمكن دوسرها اللي هي طبعا دي التلفزيونات دي مواقع التواصل الاجتماعي لبول العلو وخاصة دي التلفزيونات أمام مرأة ومسمع حكومة السودان لبول العلو اللي طبعا كل سؤال قلنا منه نقدر أستاذ عبد الرحمن أولا تسريحاتهم اللي كله لخطورته هل دي علاقة تكلوت لقبيل قبيل شعب إريتريا وقبائل دي بشرق السودان لهلو أضرار لنا يؤكد أي قلت تسبب قدر قال هي حكومة السودان تنبه لهم هل من حق التعبير اللي تحسب قدركم سلوا مسلككم سلوا حسبوا أو قامكم سلوا مسلكة ولا يعني قال أفراد تركوا من حكومة إلا فتنة إلا دعم للهيوبة أو كمان يعني فتنة إلا تواصل للحزو دي بالله كل إلا ممكن شرحها كنا أستاذ عبد الرحمن. شكرا أستاذ عادل. طبعا هنروى وبني عامر وحباب وكل قبائلنا شرق السودان نبقى تحديد اللي تبهله يعني قبائل مهمشين كلهم. السلطات المركزية
حكومة السودان اعتبار هيبتهم يكونيني ومن استقلال السودان المجتمعات اللي دي جهل وأمراض العيش على يعني وبزح فرصتي ركباني ناي تعليم وناي سلطات على المستوى المحلي وسلطات المشاركة في المستوى المركزي معناته حتى التمناهج ناي تعليم تاريخ ناي بجا اللي درسني يعني كل تاريخ ناي سودان بعدكم تسبوا عندو دوتم لعلوم يعني ممالك ودولكم علت وحر دوركم على قلا ديبا منطقة اللي كله قدامي الأمرون يعني وقبائل اللي ديبا أدبر وديبا باجيت نبر يعني ما زالت يعني تعيش على الفطرة أو على يعني بعيد عن التحضر والمدنية معناته فاللي كله حصل على أزاء أفراد شوية اللي تعلموا من أبناء إلا قبيلة أو ليها قبيلة انتفاعيين ومصلحجيين حقوقبوا ممكن لتورطوا ديب فتن واللي طبعا شيء مؤسفته قل حصل بالذات كمان بين قبائل مهمشة أصلا يعني وحقوق فاقدت وحر الحقوق اللي بدل من الجهات وبالطرق السليمة بدل طالب أبو يقول الحقوق اللي انت حدكها مثل حوكة لمثل كادي بتهميش مثل كادي حتى خندق لهلو ومثل كمصيرهم حتى رقبة مسلم تتباس معنا لشيء من الانتحار هو يعني انت كسب كم قبه وخسر كم قبه لمعركة نتيجتها حتى خسارت بالكل معناته الغالب والمغلوب كله خسرانته معركة بين الأخوان دول قبل يعني حدن دواء وبني عامر وحباب وجميلاب وكل القبائل ناي شرق السودان حوت النت بديو وشراكة ناي مصالح ومصير هلا قلوا فإلهم حتى كلا موجة عند عرقو كدبافتن لكتبو ولا تهاجو إلهم مثقفين يلتبهلوني ومتعلمين ما يلتبهلوني ربما كتابة وقراءات آمروا قبو لكن بعد أجندات قلوتهم لخدمة يعني أجندات ناي مصالحهم وناي مصالح ناي أمة البجة بكل فروعها تقرايتها وبداويتها إلا قلا يخدموني فلذا نشازتهم يعني مجتمع ولا قبيلة يمثلوني قلت بهالقدر يعني الموضوع لك علي رمي المسؤولية أو تحميل المسؤولية مثلا اقل إريتريين وقل ناطقين تقرايت وقل دولة بهال اللي برضو أجندات خفية وأجندات يعني ناي أعداء يقولوا لخدمت ديكون أول حاجة إريتريين دي بسودان كم صلى لبيلكو خدم الله عال قاب آمي لأمروني بالعكس هتوم لما سواء كان عمروا وأسنوان ديكون قرباما إلى أمرون يعني لحمقى منهم ممكن مساعداته بأمم متحدة ما تساعدت واللي اجل السودان عملة صعبة لما تسجل على وزايد فرصنا وظائف اجل ولا السودان خلق على يعني فحتى لمساعداتنا إلى اللاجئين من الوظائف عند استبديك إلى العملة الصعبة اللي تحول إلى الآليات اللي تمثل من مكاين وغيره ولمكاتب ولموظفين السكلة غفيرنا إلى مخزن السكلة معونات اللي يترف لقلة لاجئين للتبهل دي باللي سودان أبا سودانيين لتبلع على للاجئين حتى من اللهم كلهم ده ترفع حتى آخر قلة زيت أو كبيرته من ركبه لتصبره ولكن حتى اللي ملا غفيرنا إلى باب إلى مخزن هتندنا سيغيس وقدامنا لاجئين تندلره ترف يعني فحتى إلا كمان منا عند شكا وعند بكا هوي لأمرني عند الريو لازم على بل بالعكس لقدره خدم وشكا راعي غنم دقوا ومزارع دقوا شكا على منا معسكرات لاجئين
وإجابتها كمان ولاده عند شطروا سك خليج لتعدوا أو ربما سووا وقالوا ساعدوا وحالته لا صنع له بلا طريقة الله إريتري مبر مصلحة وفائدات قل السودان حتى أكيد أمسوق لهم يكونيني وقل شرق السوداني بالعكس دي بتعميرنا إلى شرق السودان ساهموا قلت بهالقدر يعني بطريقة قفزة نوعية قابيته مدن وقرانا شرق السودان مجينا إريتريين زحنا في عمده قل انكر للحد جاحد قبل أن يكون قدام شعب مسالم شعب انبر خير لما تسأل حتى كيدي لما تقولوا دول حقو تعتداد يجوا وتحاول كمان قد تظلموا وزورا وجورا يعني مسؤولياتنا أي حاجة قد تحملوا اللي مقبول يكونيني ومردود على من يدعي مثل هذه الادعاءات يعني فريترين دائما معروفين تم أمن وسلامتنا إلى مناطق للعيشة ديبو دائما يقولوا لحموه ويقولوا يعني لاحترموه يعني قوانين أي دولة بالعكس يعني لتأذوه توم دائما وللظلموا سبت مسالمين توم بعدام هلو يعني قوانين يقولوا خالفوه والتجارات كل أنواع التجارات المخالفة للقانون اقلوا ودوا وحتى قدامي لتهاجدي فهمني واقتصادنا أقربكم للبلوم ألبوني فقل شعب لقانون للاحترم وسلام وأمن قلوا للاحترم وحر كمان بخيراته لما تساكا وحتى مننا أيو خيرات كمان دول الناس وقاسمكا ويقبطا ناس أكاهما من قبل عند أزمة الحالفة كان عين الشعب بصراحة نادرته وتسمته هلقى مجاميع حليت يعني بتهريب ومشاكل بتعيش ذاته كالب عيشت لي هلا يعني وقدام ذاتي لتهاجة ديباني ففي فرق كبير يعني فمعناها إذا قبل هلا بقى حقيقة عند دي حقيقة عند التنكبي يكونين لها هلا لكن إثارات نيفتن لخدمة أجندات خفية حليت معناته دي بمنطقة ربما طبعا النظام دي مسمرة لهلا هتو لمنطقة عايز يسوق حسب رغباته فبلا حروب دي تجراي فتح وبلا حروب يندي بشرق السودان فتح كل ما في الأمر لكن لأهدافه هداماته قل الشعب ناي شرق السودان يخدم ولا شعب ناي لمنطقة لخدم يكونيني إذا أنت جزء من الأجندات نجواك قل الشعب اللي قد تظلموه وهو مظلوم إن أنتوا قد تزيدوا دولة حزة اللي الأجندات مكشوفة قبل معناته فالإنسان قل لي أجندات اللي لقدم علوم لقبا ولا جاهل حتيته كله هدامته فبليته من الضروري هذا إعلاميا لقبا دبلوماسيا سياسيا لقدام عندما يزا عند آمرة منطق للأجندات الهدامة قلق الأخدام لا شك لها ولا دولة كمية دوره ولا مجتمع الأهل كمية دوره وقليل الأدوار اللي قلميته الأدام اللي تجاوزوا لها اللي تأمرة قلت حاجة دي بقدر وقل فضحه وفي نفس الوقت يعني لقدام بتودقت إلى بديبة على أساس اللي فتن اللي عشان ما يحرق الأخضر واليابس قدام لازم تستعد بديبة قد تحميه نفسه ومكتسباته وممتلكاته وأعراضه وحر فوق كل هذا الأخوة والسلم المجتمعي ضروريته لأنه حتى مرات لشرارتها طلقت ممكن بدايتها تتأمر لكن نهايتها تتأمر نشرت بصحته ومجد إيديته ومجد تنساته فلهذا إلا شرارة الله إن دي تتفتح عقلاء إلى قبائلنا إلى المجتمع الأهلي من هنروالها اللي هو بالذات مسؤولية كبيرة اللي يديبهم اللي بعض المثقفين نحن للبلو المنتمين إلى هذه القبيلة وبما فيهم ناظر ترك لو ودي لها من حقاقيت اللي كله حدود قلك بقوله وتجاوزات يعني مقبول كم يكونيني لمجتمع نفسه من قبيلة نوصح اللي يقولوا ضروريته ولا صبر ويعني اللي أجندات الخفية أمروا
اللي كل أزال يتحملوا لها اللي كمان اللي هم لازم قل تشجعوا دي باللي موضوع ليه قل استمروا وفي نفس الوقت يعني قدامهم ونفسهم بالحمو قل ليدو ضروريته لا موضوع دي بسياس ده اعتمدك اللي فتن اللي شك قل أمر بديه سياس يوم لقباه فجر قياس وقل ترفي كونيني وناس كوي تاريخ حد قل قيسه فلهذا ناي جزء ناي له كوي تاريخ قد تقبأ عيبته وشهامتي كونيني ولا أقول قد تأذت حزل اللي كاين اللي تأذى شعبي كونيني شعب مسالمته وباللي أزيتنا يحوكا حقوق لا تركب ومكاسب لا تركب على بوني اللي كل حد قل فهموا بديهم كلهم دي مجتمعات ناي شرق السودان لهلو وبالامتداد يعني اريتريا ملهلو لانه اللي الشعب كله حتيته شعب شرق السودان وشعب اريتريا حتيته يعني فرق ألبوني والمستقبل يعني مصيرهم حتيته ومثلتهم للازدهروا أو كمان مثل مهمشين نقووا حياتهم كلها نبرة معناته والعياذ بالله طبعا إن شاء الله اللي يقبيني لأنه مرحلتنا يتهميش قد تحلف قربتها الليل وإن شاء الله قدام كله المستقبل كيف يبنوا المستقبل لأجيالهم القادمة ديبوا بس اندركزوا من شقوا تغيير رواندا يوم خلال 20 سنة من أجمل وأكثر الدول الإفريقية نموا قابتها وكثير من الدول المماثلة لشرق السودان وإريتريا فلهذا ضروري الأقدام المستقبل البعيد كله وقال لي المستقبل البعيد حاوتره من أزم قل لك باقلوا بديبو مقل الشاقة بديبو بالتأمر بك ودد اللي مستقبل يعني ناي مصير ناي شعب حتى لا شكين وانتو نأمرك كيف تواجهوا استراتيجياتك وسياساتك قد تحدد ضروريته واللي هلو قلوا شباب قل لي يعني برؤى واضحة قل شقوا وقل فهموا وقل فهموا لا قدروا يعني وشكرا. تمام أستاذ عبد الرحمن أقول شرحكها أرتلين عامة أنا يوم تحقهم بأخلاقهم وبأدب دي ما تقنا لجو مرة أمورامتهم دي بالسودان ليت عندي قبي ولا دي باللي مناطق دي باللي غرب أوروبا دي بالأوروبا كمان يعني سمعتهم مرة سنيته فإلا يعني كل اللي أقول شرحكها من أمان دريمة يكون طبعا أريتريين يعني كمالة تتذكر لا تنحكى خيرا تفعل شرا تلقى تطبقت دي بمن مثل له فهذا أستاذ عبد الرحمن مثلا يعني إلا حملاتنا كراهيات قبل العالم من كل الجانب من بالما ممكن يعني عدالة بقنيش قدر من كل جانب قنيبا نقدر لكن طبعا لجانب الأورو وكمان باللي تقريت أنا أمل على يعني حنا لرينا كله نفسهم لمسلوتهم أفراد دي بالوسائل التواصل الاجتماعي ابن نوسهم برنامجات دودو ونوسب يعني ممكن من قيادات لما بتقريد للتهاجم من قياداتهم العبي كمسلي يعني حملاتنا كراهية يسمعتنا سكدة ساعات اللي سمعتها الليتني حق إن تهاجدون حظي فكله من البداوي تبقى تهاجوا قبائل وخاصة هنروى قياداتهم بقيادتنا يترك قبل على حملاتنا كراهية بزحتون أستاذ عبد الرحمن اللي طبعا بالمستقبل مشكلة قليلة مثل بعلاقات فنجيلة كل وقت قبيل اللي قبائل بداوية تناكم وقبيل عامة إريتريا مشكلة قليلة مثل مع علاجات الحذير فبرأيك هذه ميتة كفوقنا على الجن قدر إلا مشكلة الله قليل تنسى فجر اللي حملات قبل على يعني حملات كراهية تأثير الإليدات على عفن جيلك الوث قبيل ما قلني دوج بنا عندما أذى يمكن نصيحات من قدم يمكن أو كمان كوجهة نظر من قدم قدام يمكن أبغى الخدم يعني قدر تفضل أستاذ عبد الرحمن. تو طبعا المجتمع الأهلي لقبائل معناته اللي لعقلائنا يوم من كله معناها من حدن دواء وجميلة وبني عامر وحباب وأمرار وكل لا قبائلنا يشارك بما فيهم رشايدة بقدر الإمكان مثل عند تقصوا مثل قلقمو
واللي مشاكل قل لهم صلح هزلها لا والعد ولا شعب قل أندد لحزرها لا لأنه لحريقة حاول استبديت كله تلندد بها يعني. فإلا عند أمريكا وميتوا لأسبابنا إلوميين كل حد عند أمريكا وحلفائهم منتم ولا أجندة قل خدموا لحزلها لهم ميتة إلا كله على السطح قد تفقر بديبا وقدام قل أمر بديبو والعقلاء اللي موضوع اللي قل كلنا ينفعنا ندبيلو يعني بالمرصاد قل بطرب ديهم قل حكومة قل حدو قالوا بومني حكومتنا خرطوم تقبى ولا نايلة ولاياتنا شرق فسادها اللي يبوه وضعفها اللي يبوه. فبالتالي بزح منهم حال قل مساد دبيلك يتصبر وقانون وعدالة قل نفذوتهم دبيلك بزح يتصبر على كان طبعا قد تمكنهم سنيتو لكن برضو كله لمجتمع الأهلي ناي دور بديو لحكومة دور ناي بديبه ولا مجتمع الأهلي دور ناي بديبو لمثقفين كذلك نايوم دور بديهم. مثقفين ناي اللي قبائل اللي بالتحديد ناي قبائل شرق السودان توما برضو قل شقو ومثلا نقو إلا تحييس قل يبلو قل غضروا بديهم لأنه اللي شعب حتيتك مسلى بيجنا ومصيره حتيته يعني حد دواي على حساب مصالحنا بني عامر قل عيش يقدر وبني عامراي كمان على حساب مصالحنا هذا دواي قل عيش يقدرني مصالحهم حتيتو ومسلتهم قل عيش والغدره وكذلك مع بقية المكوناتنا شرق السودان بالسبب لقدام بوعي قل ناضل بديو وبوعي قل واجهه بديو التحديات اللي لأنه جهل وعواطف وعدم معرفة مسبباتنا اللي مواضيع اللي ولا أفراد دي بالمواضيع اللي تورطوا لها له ولا أجندات إقلا خدموا لها له وأصحاب لا أجندات اللي كله أمورته وأكثر قلة أمر قدر وما قل بصح لحز الله ما قل أمر بدي بلا قدام لأنه دي إريتريا لك ودي شرق السودان اللي مصالح حتى لقى قبائل وشعوب دي بريتريا منها دور لعلقله قيادي لبا وريادي من أفقروا وتارفتوا له اللي كمان دي عيساته اللي صبروا وإمكانياتنا استقرار قليل الركب كمان دي بشرق السودان إلا أسات ولا عديبها لو معناته. فبالسبب لحل دائما في التشاور والتواصل وحر مثل عند جباك بوعي تواجهه معناته ولا دور نايل المجتمع الأهلي مكمل قبل الله دور نايل الحكومة والعكس لأنه حكومة لمجتمع قوي حيوغباني وهتو مثلا تتحرك حويريتوني هتاما حتكون عرضة للفساد أكثر من ما هي عليه معناته وبزحك تستثمر وحلول قد تصير تحاول يكونين طالما هتا أنا ما خسرانين دي أنا اللي الشعوب اللي ولا قبائل اللي بدير ما هم شوتوا عالكو وبزي ما يلقناز كحقوق اللي رسالني حروب بينية دي بالعيش للبل أفكار مفسدة وفاسدة هليت سلطاتنا مركز وأقلمت دي بلا أقاليم. فبالسبب لازم القوة الذاتية على مستوى الأقليم ولا قبائل مهمته يعني بالوعي وبالتواصل وبالتآخي أبوت لما تصل القوة الذاتية ولمصالح المشتركة ومصالح الموحدة يعني القبائل اللي كل اللي إبراز ضروريته لا حتى كلا أفراد بوسائل إعلامية ومنابر إعلامية ديون قووا لو كويل له تحاقوا ولا فتن لودوا مدانين طبعا ما في شك يعني وحقهم كمان ممكن تقديم شكاوى حتى محاكم وممكن لمحاكم دي باللغة الله حتى دور النساء وشغله الشقة من يقدر ما على الأقل ملفاتهم تصنع حتى محاكم ويوم من الأيام حكومة
قوية وعدالة حو ما تسدي با منطقة ممكن تنفيذ الموضوع اللي قبل يعني إجابة تمام قبل سكلة قبل ممكن على الأقل مسؤولية تحملهم أي يعني نتائج سلبية وقتلنا أفراد آمنين وممتلكات نهبنا ممتلكات اللي كله لقبل مسؤوليته تومكم لتحملوا اللي ساعات لقبلها لكله قدامكم تابعوا وكم الأمر فيوم العدل ناي ربي وقدميني ناي الدنيا ديو مسؤوليتكم لتحملوا ولا شعوب ولا قبائل مسؤوليتكم تحملهم. آخر كلمة قلب الله الحزة الحرص عدم تعميم لمشاكل المجتمع سواء كان قبائل لقبا ولا عشيرة لقبا. جريمة دول وده ترك وكوي دولة هاجة ما يمثل إلا نفسه لكن سنة هاجة وقدام للتعاره وقدام حونات لوده تأخي لوده حوده فعلا دورنا إلى زعيمنا قبيلات ثبت للتلهلة اللي قالوا وقت اللي ممكن كل قبيلات مثلت بل لكن جرائم وحروب ومشاكل اقلو شاكي وقل أجندات ناي استخبارات ناي السودان وناي إريتريا اقلو شاكا دول تريو في هذه الحالة ابسميت هدندوا يكونيني للتاقل ابسميت نايلا اقلو لا شاكول هلو ابسميتهم تللتاقل هلا والهدندوا يكون أبرياء منه براء يعني بمعنى لقدام كله اللي قليده بديو يعني لمجرم كفرت للتحاسب وليس كمجتمع ولا عشيرة ولا حتى أسرة العائلة ذاتها تدبل مشاكل قلته وبا قلتها قالبون لقدام فبالسبب ترك كويتها حالت بهلا لا هدندو كويتها وقلت بهلا لبوني تركت له كويتها وتركت له تحمل مسؤوليتنا هجياه فبالسبب لقدام خطأي لتهاجي وتعميمي ليده بيجينا أورط نفر زعيم قبيلة لقبا ولا زعيم عشيرة ولا زعيم أسرة ولا حتى زعيم حزب ما من قبل لا هجيا نايو هتوت مسؤولية لا تتحمل يعني لقبيلته ولا عائلته ولا عشيرته يكونين كذلك برضو دي بني عامر وحباب ودي بأي كان فتن ودحا وهلا هتو كفرد يتحمل المسؤولية وليس لعشائر ولا قبائل ولا أسر لا هتو لا انتمي ديمهم يعني فدي باللي بالذات في الوسائل الإعلامية لقبا ودي بأي منابر دول دي بالله أشياء اللي قدام لتاجي لسنيت تتعمم ممكن تعم الجميع لكن أكيد صاحبها بس لتحمل لا يعني وبسبب كوي لتاجيو بعد قدام قلت لك كما لبوني فانصر حرص شديد قلت حزيت وإلا هتوم للحزو فتن قلت بقى سبت قبا ولا تعميم قل اللي فتن ساعدو ولا قدام لبريء كمان لتلكم معناته فاللي قلي لك بقى دائما كوي ناي ترك لك بقى ولا ناي لا بعدام لهلو لكتبه ولا تهاجو مثقفين لك بقى ولا زعماء قبائل لك بقى ولا زعماء أحزاب سياسية ديبهم قلت توجه بديو كأفراد فإلا لوصيته وأهم شيء قدام ديو قل ركز والباقي طبعا لضعيف والحوان كله قببه فلذا تقوية الذات كل لمجتمعاتنا شرق ضعيفته كل قبائله مهمشته من تعليم محرومته من سلطات محرومته من ثروة محرومته سنين ده لا محروم ده اللي عايش على محروم ده لا لهذا تقوية الذات مهمته بتعليم وبتمكين وباقتصاد اللي كله ضروري اللي حاوت ركبه نفر اللي كل ظلموه وضدوه اللي يقدر نفره منه ولا احترمه ومسلوق اللي يعيش ومسلوق اللي تعامل الحزة بشكل إيجابي لكن حوان وضعيف حواقبه أي واحد تجربه فاللي قليل يحصل برضو لقدام لإبلة ضعفهم سواء كان العزوف عن التعليم وعن المشاركة الاقتصادية
وعن الإخوة العنصريات بين القبائل والعشائر لا ولا قباتات وقليتات كله قلة رف بديه وقدام كله سواسياته وحوته ومثل اللي عيشته ومصيره حتيته والأفضل هو من يعمل الخير للجميع. وشكرا. حيثما التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليوم ولعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو